عمر المختار، أنت متهم بالعصيان والتمرد ضد الحكومة الشرعية لبلادك. كم سنة عمرك؟ 73. هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟ أنا نعم. هل ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟ نعم ساهمت. لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟ 20 سنة. كم مرة هجمت؟ حقا أنا لا أذكر كم مرة. وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين. غير صحيح أبدا. أنت أسرت والسلاح بيديك. هذا صحيح. أنا جندي إيطالي، وفي الميدان أنا عدو له، ولكن هنا أنا مضطر، أنا معين للدفاع عنه. أنت مسن، أكبر منا جميعا، ولن أتعبك بطرح أسئلة كثيرة. هل خضعت يوما للسلطة الإيطالية؟ لم أخضع. هل تسلمت يوما نقودا أو أي مساعدة من الحكومة الإيطالية لقاء التزامك بحسن السلوك؟ لم أفعل أبدا. إني أعلن أن عمر المختار أبدا لم يخضع لنا، أبدا لم يأخذ مساعدة منا، أبدا لم يعترف بحقنا في حكم هذه المستعمرة. إذن لا يحق لنا منطقيا أو عدالة أن نحاكمه كمتمرد. وإذ نقبض على عمر المختار وقد أمضى في المعارك 20 سنة، فإننا مجبرون أدبيا على معاملته كأسير من أسرى الحرب. سكوت، سكوت في المحكمة. كابتن لونتانو، أنت أمرت بالدفاع عن هذا المتمرد ضد تهمة الخيانة. إن هذه الأوامر تجاوزتها. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في الساعة 11 غدا 16 من سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل. إنا لله وإنا إليه لراجعون.
firmi